عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وصيت الإخوان إنه يكون معي يا شباب حبايبي أطفال، خلوكم معي شوي. وصيت الإخوان إنه ما يكون الحفل خطابي، إنه تكون يعني أناشيد وفرفشة ووناسة مع حبايبنا الصغار والكبار. كانت قبلي يعني الظاهر في وناسة. الله يعطيكم العافية جميعا. ما عندي كلمة أقولها، أنا أشكركم، أشكر الأردن، حكومة، ملك، حكومة، شعب، على هذه الاستضافة. حقيقة أن الإخوان في الأردن ما استضافوا السوريين فقط، استضافونا نحن أيضا، وأصبحت يعني مقر لالتقاء هذه الجموع الغفيرة من جميع بلدان العالم العربي الناشطين والمؤازرين لإخوانهم في السوريين في هذه الأزمة التي يمرون بها. فالشكر أولا بعد الله عز وجل للحكومة الأردنية، ومما يعني يزيدني حقيقة فخرا وحبورا وسعادة وجود هذا الأمن الرائع حاضرين معنا ويحرسون هذا المكان، يحمون هذه الجموع الرائعة. لا شك أنه مثال للتراحم والتواد والتآخي بيننا وبينهم، فصلى الله عز وجل أن يبارك بجهودهم. أعتذر لا يوجد ما أقوله، لكن فقط لأظهر أمامكم بهذه الكلمة. وأتمنى من الأخ صقر يعني يسمعنا شيء للأطفال، وأتمنى من الإخوة أتمنى من الإخوة الرسميين أن يتنازلوا عن رسميتهم قليلا، يعني للأنس مع الشبيبة ومع الأطفال. بارك الله فيكم.